ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبالكوا وصفه هتدعولي عليها. هتاكلوا كفته فراخ طعمه طعامه ولا اكنكوا جايبينها من اجدعها حياتي. واتمنى تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل وصفه بنزلها اول باول باذن الله. يلا بينا سوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. معايا فرخه كامله صدور على وراك، خليتها في البيت ووفرت واخدت كمان العظم بتاعها وعملت منه احلى شوربة لسان عصفور. فرمتها في الكبة وخليتها فرم خشن، ما نعمتهاش خالص، ولو حابين تنعموها براحتكم، بس انا حبيت اني لما اقطم الكفتة ما تبقاش ناعمة قوي زي اللحمة المفرومة. المهم ان انا حطيت عليها بصلتين بيض مفرومين متوسطين الحجم وصفتهم من السوائل اللي جواهم، وضفت عليها بهارات، معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة زنجبيل ومعلقة صغيرة مليانة بابريكا مدخنة ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر ومعلقة صغيرة مليانة كزبرة ناشفة وربع معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة من التوم البودرة ومعلقة صغيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من البصل البودرة وربع معلقة صغيرة من الحبان المطحون وبياض بيضة و3 معالق طعام لبن حليب. وقعدت اعجنها كويس جدا جدا علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. وانا هنا نسيت اضيف في الاول البيكنج باودر، وده بستخدمه علشان متكشش مني وقت التسوية. حطيت تقريبا نص الكيس وقلبتهم كويس جدا جدا سوا، وبعدين غطيتها وبيتها في التلاجة من 2 بالليل لتاني يوم 2 الظهر عبال ما ابتديت اسوي فيها. وجبت صينية غير لصيقة وبدأت اصبع الفراخ الاول وارصها فيها قبل ما اضيف اي دهون او ارفعها على النار. وبعد ما خلصت تصبيع على قد الصينية شغلت النار وبدأت بالمعلقة الصغيرة اضيف بقى السمنة اللي هتاخدها لعالم تاني. انا يا شباب حطيت لية خروف متسيحة، شويتها وشوحتها فيها وكانت فوق الخيال بجد. انا اخترت بدل ما احط السمنة جوه الكفتة في العجينة اني اشوحها فيها، وعلى نار عالية في الاول تتشمع من تحت، وقعدت بالسباتيولا بتاعتي احاول اني احركها بسيط علشان اخلي الدهون توصل لكل مكان في الصينية والكفتة تاخد النكهة بشكل مظبوط. وبعدين بهدي النار بس مش بخليها شمعة، يعني اقل من المتوسط بسيط كده علشان تاخد وقتها في السوا والبصل اللي جواها يستوي كويس. وبفضل اقلب فيها من وقت للتاني شوية على الجناب وشوية على كل ظهر ووش لحد ما اتاكد ان كلها اخدت لون جميل معايا واستوت تماما. عايزة اقول لكم انها مش هتتهري معاكم باذن الله، وانا حتى ما دهنتش ايدي دهون ولا مية بصل وانا بصبحها، مع انها كانت ملزقة شوية لاني كنت مستعجلة جدا. ولو حابين بضيفوا مية البصل اللي فرمتوه او شوية زيت في ايديكوا علشان تتشكل معاكم بشكل اسرع وانعم. المهم ان الكفتة دي بجد علشان فيها لبن هتلاقوها تحفة ومأستكة كده وحلوة ومش بتتقطع بسهولة كده. انا بحب قوي اضيف اللبن في كفتة اللحمة والفراخ، ولكن كان بقالي فترة مش بضيفها في اللحمة علشان سمعت ان الكالسيوم في اللبن بيقلل من امتصاص الحديد اللي في اللحمة وشوية كلام كده كتير. وبعدين بحثت ودورت ولقيت ان الموضوع مش بيبقى للدرجة دي، وان ممكن عادي احط شوية لبن. فالوصفة اللي عملتها ليكوا قبل كده لكفتة اللحمة هعدلها تاني معاكوا حلقة تانية وهنعملها ان شاء الله باللبن، بيخليها مأستكة ورهيبة والله يا شباب. بعد الكفتة ما خدت لون شوي جميل شلتها وشلت الصينية من على النار وصبعت الكمية الفاضلة معايا ورصيتها وزودت دهون بسيطة على اللي فاضل من شوي الدفعة اللي قبلها، ورجعتها تاني على النار وعملت نفس الخطوات. بصوا بجد لونها تحفة ازاي، وبصوا قد ايه جوسي وطرية وتجنن، والطعم هيبهركوا صدقوني، طعم المطاعم واحلى واطعم بكتير. شجعوني بتعليقاتكم الجميلة ولايك وشير وبألف هنا وشفا يا رب.